دلوقتي في حديقة الأزبكية، من الحدائق المهمة جدا في القاهرة اللي بيتم تطويرها حاليا. تكاد تكون الحديقة الوحيدة في محافظة في وسط البلد، منطقة وسط البلد محافظة القاهرة، لأن طبعا القاهرة الخديوية يعني المخطط بتاعها ما فيهوش حدائق إلا دي الحديقة الوحيدة اللي في وسط البلد أو اللي في منطقة القاهرة التاريخية، القاهرة الخديوية. احنا عارفين القاهرة الخديوية هي منطقة وسط البلد اللي تبدأ من عند ميدان التحرير وحدها ميدان رمسيس وهنا ميدان العتبة. حديقة الأزبكية هي حديقة في يعني جنب سنترال العتبة كده، جنب محطة مترو العتبة. مدخل المترو بتحطها يعني الناحية دي في مدخل للمترو، والناحية دي اهو في مدخل للمترو، وهتلف كده هتلاقي في مدخل للمترو هناك. عارفين محطة مترو العتبة من المحطات الرئيسية واللي بيلتقي فيها الخط الثالث بالخط الثاني، فهي محطة مهمة جدا. فعشان كده هتلاقوا هنا أكتر من مدخل ومخرج للعتبة. الحديقة بيتم التطوير مش بس داخلها لكن خارجها أيضا، كل الحاجات المحيطة بيها بيتم تطويرها. هتلاقوا كده المكان القديم بتاع سور الأزبكية، هنا كان في بياعين وفي فروشات وفي سور الأزبكية الناحية التانية، سور الأزبكية للكتب. اتنقل سور الأزبكية اهو قدامكم الأورنج ده، هو ده سور الأزبكية الجديد أو مكتبات سور الأزبكية الجديد. الحديقة بقى فيها برجولات، فيها مسرح وفيها يعني نافورة تراثية، فيها أشجار نادرة، فيها مسطحات خضراء زي ما انتم شايفين كده. طبعا اتعمل شبكة ري واتعمل الحمام ده جميل، اتعمل شبكة ري واتعمل في البرجولات كلها تم تجديدها، واتعمل جزء مهم جدا بالنسبة للمسرح. زي ما انتم شايفين كده بيتم ترميم كل الحاجات اللي فيها. اللي بينفذ الشغل ده هو وزارة الإسكان، بينفذه طبعا على أعلى مستوى بالتعاون مع وزارة الآثار ووزارة الثقافة ومحافظة القاهرة. كل واحد فيهم بينفذ وفقا ل يعني الشكل المعماري أو التراثي للحديقة، بيتم استرجاعه مرة أخرى. طبعا هنا الحديقة ديت تم إنشائها عام 1800 تقريبا 86 حاجة زي كده، في عهد الخديوي إسماعيل. الحديقة دي أشهر من غنى فيها هي أم كلثوم كوكب الشرق. وطبعا بصوا في مطعم شارع القمار الناحية دي وبرجولات زي ما انتم شايفين كده. واحدة من أهم الحدائق في القاهرة، يعني بلا استثناء كلها تراث. الحديقة دي عمرها يفوق أو عمرها يتخطى 160 عام تقريبا، عمرها تقريبا من عمر القاهرة الخديوية اللي هي منطقة وسط البلد. في أيضا لو التاريخ بيقول إن المنطقة دي كانت بركة مية، الخديوي إسماعيل أمر بردمها وتم إنشاء الحديقة بعد ردم البركة. البرجولة اللي هناك دي عمرها يفوق 150 عام. فانتم احنا بنتكلم على تراث وتاريخ كبير جدا. هتلاقوا طول ما احنا ماشيين حاجات مهمة جدا في القاهرة، منها حديقة الأزبكية. المخرج اللي هناك يديك على وسط البلد مباشرة. عملية التطوير طبعا لسه ما خلصتش، بس خلال فترة قريبة هيتم الافتتاح. طبعا كل محيط الحديقة بيحاولوا ان هم يرمموه ويخليه يظهر بشكل كويس عشان يتناسب مع الحديقة. بحاول اوريكم الجمال اللي هنا في الحديقة، ولكن طبعا لسه ما اكتملش. مدرجات زي ما انتم شايفين. البحيرة الناحية دي، في هنا بحيرة وفي نافورة.
طبعا كل ده هيشتغل. احنا بنقول لكم لسه في الاعمال لسه ما انتهتش، فده لسه برضه هيبقى شكله احلى من كده بكتير. هنا كده اهو كافيتيريا والنافورة الأثرية. طبعا البحيرة هي اللي احنا شايفينها دي. ادي اللي قدامكم ده توثيق او حاجة كده للشجرة اللي موجودة. الشجرة اللي ورانا دي هنا في اشجار نادرة زي ما قلنا. النافورة هنا، النافورة معمولة بشكل يمكن من الاشكال اللي مفيش زيها في القاهرة، لان هي عشان كده بقول نافورة اثرية. لما تشتغل طبعا شكلها هيبقى مختلف تماما، شكلها جمالي مع انسياب المياه منها. طبعا الحديقة لسه ما خلصتش، فلما تخلص هنبتدي بقى هنقول للناس اذا كانت هتتفتح ليهم ولا لأ، ان هتتعمل للحفلات ولا هتبقى للجمهور عادي. يعتبر جنبنا وسط البلد، فبالتالي كل الناس تعرف توصل ليها بسهولة. بصوا جمال البرجولات اللي موجودة هنا، حاجة كده مش موجودة غير هنا بس. في أشجار طبعا، أشجار جديدة اتعملت، وفي نباتات اتحطت جديدة، ولكن في أشجار عتيقة هنا وليها عمر كبير أوي. بشكر حضراتكم، متنسوش طبعا دعمكم واشتراك في القناة لايك الفيديو. لو في أسئلة قولولنا، وأنا إن شاء الله مع افتتاح الحديقة هنبقى موجودين ونصور لكم إن شاء الله.